أجرى جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم الأربعاء عقب لقاء نصف النهائي في مونديال قطر بين المغرب وفرنسا اتصالا هاتفيا بكل من مدرب وعميد المنتخب الوطني المغربي. وخص الملك بهذه المناسبة المدرب واللاعبين ومجموع مكونات الفريق الوطني بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنيا لهم كامل النجاح في اللقاءات المقبلة. وتوقف مسار المنتخب المغربي لكرة القدم عند دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في استاد البيت. تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية.